السلام عليكم. عواشركم مبروكه ورمضان كريم، ان شاء الله يدخل عليكم الصحه والسلامه. ككل رمضان لا شك ان الطبله ديالنا ما كيخش منها هذا العنصر هذا اللي هو سلو او السفوف او التقاوت او الزميطه، كل واحد واش يقول له على حسب المناطق. اليوم غتشوفوا معايا السلو ديالي كيفاش كنحضروا بطريقه اللي هي ما غنقولش بسيطه، بين وبين فيه شويه ديال العذاب، ولكن النتيجه كتكون هائله. اول حاجه كنديو دقيق الفورس، كنحمروه اما في الفران ديال الزنقه ولا في الدار على حساب. عندي واحد الكميه ديال، هنا عندي دقيق الفورس خديت 3 كيلو ديال دقيق الفورس. بالنسبه للزنجلان عندي 2 كيلو، نقيته مزيان، غسلته نقيته حمرته وطحنته على هذا الشكل هذا، كيبقى شويه مهرمش. وعندي كذلك مخلطه كلشي هنا في هذا الباز هذا. عندي كيلو ديال اللوز حتى هو محمر ومطحون بالقشور ديالو، وعندي 2 كيلو ديال الكاوكاو محمرين محيده لهم القشره ومطحونين على هذا الشكل، كيبقى هرمش شي شويه. عندي واحد الكميه ديال نص كيلو ديال اللوز على هذا الشكل، ماشي نص كيلو، كيلو الا ربع تقريبا. سلقته فسختو حيدت ليه القشره وحمرته في الزيت كما وريتكم. الزيت تكون بارده باش كيجي مقرمل ومحمر على هذا الشكل. كنديرو في الاخر. عندي نص كيلو ديال الصوجه حمرتها حتى هي وطحنتها حتى كتولي بودر، مازال غادي نغربلها. عندي واحد الكميه ديال القرفه مسحتها مزيان وحمرتها حتى هي غير شي شويه، صهدتها في الفران وطحنتها على شكل بودر. عندي واحد الكيلو ديال السكر ثقيل، كندير الكميه على حسب الذوق. عندي هنايا حبه حلاوه والنافع حتى هما حمرتهم، نقيتهم وحمرتهم وطحنتهم على شكل بودر. طبعا هادشي كلشي غيتغربل مزيان في الغربال رقيق. وعندي زريت الكتان حتى هي حمرتها، نقيتها مزيان وحمرتها وطحنتها. عندي هذا ندوزو الإيلان اللي هو ما كان إيلان كنعرفوا الفوائد ديالو بالنسبه للعظام والمفاصل، غني بعنصر الكالسيوم. حتى هو نقيته مزيان حمرته وطحنته. عندي هنا واحد الكميه ديال الكوزه والكوزه الصحراويه. عندي قليل من الملح وعندي المسكه الحره. طبعا الزبده تكون حيوانيه، 1 الكيلو، ما نستعملوش كله. عندي زيت الزيتون والزنجلان هذا كما قلنا محمر، كنديرو من الفوق. وعندي واحد الكميه ديال العسل اللي يكون حر. هادو هما العناصر كلهم اللي كنستعمل بسلو كما كيبان لكم. غادي نخلطو ان شاء الله، وغتشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنخلط والنتيجه النهائيه. بالنسبه للزيت اللي قليت فيه اللوز اللي غنستعمل من الفوق حبات، كناخدو كنصفيه وكندير فيه قطع ديال الزبده اللي عندي على هذا الشكل هذا باش كتذوب. قطع ديال الزبده كنخليها تذوب مزيان، وكنضيف ليه زيت الزيتون على هذا الشكل. كنخليو كلشي كيذوب، وكنضيف العسل، واحد الكميه ديال تقريبا كأس ديال العسل. العسل تكون حره، ماشي عسل ديال الجليكوز او العسل اللي كنصنعو في البيت الشباكيه، لا، كناخدو العسل الحر، كيعطي واحد المذاق زوين. طبعا كيكون صحي مع زيت الزيتون، الزبده حيوانيه، وزيت انا كنفضل زيت نوار الشمس قليت فيه اللوز.
كنخليو هذا الشيء يذوب مزيان، كنخلطوه، وهو اللي كنخلطو به سلو في الاخير. غربال رقيق، واحد البانيو كبير انا دايراه خصيصا غير السلو، كل عام كنجبدو كنخلط فيه سلو على هذا الشكل هذا. كنبقى نغربل بالحاجه بالحاجه. اول شيء كنبدا بالدقيق، كنغربلو على هذا الشكل الغربال الرقيق، وكنتبع ليه باقي العناصر اللي هي الصوجا، حبه حلاوه، النافع، العناصر كلها. وعاد كنبدا نخلط بالخليط ديال الزيت والزبده والعسل. بعد ما غربلت جميع العناصر، حبه حلاوه، النافع، الصوجا، إيلان، الدقيق، الكوزه، القرفه، المسكه الحره، كنضيف حبيبات ديال الزنجلان كما كيبان لكم، كميه ديال اللي عندي مطحون ديال الزنجلان واللوز، ماشي على هذا الشكل هذا. كندخلوا العناصر كلها في الطحين كما كيبان لكم، وكنضيف واحد قبيصه الملح لتصحيح الذوق. من بعد غنغربل السكر، حتى هو غنديروا السكر ثقيل النوع الممتاز. كندخلوا العناصر في بعضهم مزيان، عاد كنديروا السوائل لا كنغربلوا السكر كلاصي، ما كنديروهش بلا تغربيل باش ما كيبقاش باين، وكنخلطوه مع جميع العناصر كما كيبان لكم. عاد غنضيف السوائل، كنضيف السوائل كنمشي معاه غير بشويه بشويه، وانا كنخلط حتى كينسجم ليا. كنضيفوا اللوز حبيبات باش كيبقى باين كما كيبان لكم. ها هو سلو. من بعد ما كندير ليه السوائل كنخليه يشرب شي شويه، من بعد عاد كندلكو مزيان، كيبغي يدليك باش كيدخلوا مع جميع المكونات، ونوريكم النتيجه النهائيه في الاخير ان شاء الله. كيشرب واحد المده ديال ساعه، ومن بعد غادي ندوزو في لا ماشين ولا في العجانه. من بعد ما شرب سلو واحد المده ديال ساعه، غادي ندوزو في العجانه باش كيتعلك مزيان وكيطلق الزيوت ديالو، وفي نفس الوقت كينسجموا جميع العناصر. كما كيبان لكم نخليو كيتعلك غير شويه. سلو من بعد ما علكناه في العجانه، شوف كيفاش نساجموا العناصر كلهم وطلقوا الزيوت ديالهم كما كيبان لكم. جا معلك وزوين كروكون في الماكله ديالو، ملي كتعضي اللقمه كتحسي بها في فمك، وتبارك الله. غنوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. ما كديريش مجهود عضلي بزاف ملي كتخدمي العجانه، ما كتبقيش محنه الطريقه التقليديه. هذه هي النتيجه النهائيه ديال سلو المقوم بقوامه. شوفوا تبارك الله التعليكه، البنه ما نقولش لكم، عامر تبارك الله بالعناصر المفيده للجسم في هذا رمضان.
تقدروا تاخذوا غير زليفه ديال السلو مع السحور مع كويس داتاي وهانتوما مسحرين. جميع المقومات والمكونات فيه، جربوه ما غتندموش. غزال تبارك الله، بالصحه والراحه ورمضان كريم.